العيوب بقى بتاعت الفترة دي. سؤال صعب قوي وعميق وعاجبني، بس محتاج تركيز في اجابته. لا يعني بصي، انا دايما بقول ايه، ممكن انا اقول الفكرة ما اجرحش حد بيها، وممكن اجرح بيها حد. ده حقيقي. فانا دايما بقول ايه، think twice. يعني لما تيجي تتكلم فكر مرتين. صح. هو تأثير الكلام اللي هقوله ده هيبقى مش حلو، صح. فاعمل اعادة صياغ صح. للكلام. صح. حابة تتكلمي تقولي لا وتعيدي لا الصياغ. عادي. مفيش اي مشكله. لا، هي دروس كلها انا استفدت بيها على الشكل الشخصي. يعني صحيح، معنى المشاكل اللي بتحصل مع الواحد. صح. كلامك صح. صح. برضه هي استفادة. صح. في النهاية دي خبرات. صح، ده حقيقي. اتفضلي. يعني اول حاجه استفدت بيها كانت دروس سلبيه. كنت في الفتره الاولى مش قادره اعرف ازاي العميل ممكن احافظ عليه اطول فتره ممكنه. دي حاجات تكنيكال بقى. يعني انا كنت شفت ان مهما كنت شاطر تكنيكال، فالمهارات الشخصيه والمهارات البيعيه هي مش رفاهيه، هي اجباري على كل بني ادم، اي كليه، اي تخصص، ايا كان المكان. لان دي حقيقي 50% من نجاح الشخص. دي اول حاجه. الحاجه التانية اللي بنصح بيها حاليا، ان لازم قبل ما تبدأ اي شغل مشروع، خصوصا لو معاك شركاء، معاك مستثمرين، معاك اي طرف اخر، لازم يبقى كل امر مثبت على الورق، كل تفصيلة صغيرة يتم الاتفاق عليها مسبقا، الجوب منعا ديسكريبشن بقى، للخلافات. اللي هي الوصف الوظيفي لكل طرف. مش بس وصف وظيفي، ده كل تفصيلة ممكن تعمل خلاف تثبت على ورق منعا للخلاف. لكن فكرة ان احنا نبدأ بيزنس بحب وبالمحبة، اللي هو كده زي ما تيجي يلا بينا بالبركة، ونسيبها زي ما تمشي، ونتخبط في المواقف في النص، دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن حد يقع فيها. ده في حقيقي. حد يعني قال ايه، اللي ما اتكتبش ما اتقالش. صح جدا. يعني لازم جداً. انا وانا بتفق في اتفاقات، لازم كله يبقى مكتوب. صح. ودوكيومنتد. صح. على اساس ان ايه، الكلام اللي بيتقال ده ممكن يتنسي. صح. ممكن يروح في السكة يعني. لا، والناس في الأول بتبقى مختلفة. يعني الناس كلها بتبقى لطيفة في الأول مع الصدمات والمواقف الصعبة اللي بتيجي والأزمات اللي بتيجي على أي بزنس. يعني الأمور اللي في وتيرة الموقف بتختلف تماما. صحيح. الشخصيات بتختلف. صحيح. فدايما في البزنس الصح ان كل حاجة يتم الاتفاق عليها مسبقا من اول يوم، ما يتقالش لسه بدري لما تيجي وعادي الدنيا احنا ضامنين بعض واثقين في بعض. لان حقيقي البشر لا بس انا مبسوط منك. اتغيرت كتير. اتغيرت كتير خالص يعني. لسه. ليتي فين نور، فين نور بتاع شركة العلا. كنت صغيرة بس كنت قوي. لا اي لا بس لا، انت كان ليكي يعني، كان ليكي رأي وكان ليكي مواقف. انا فاكر كده كويس انك انت ابتديتي في الشركة مش بس الشغل بتاعك، لا بقيتي كل حاجة تعمليها. انا لما بؤمن بفكرة هتاخد مني كل مجهود ممكن اقدمه، مش بس حتتي. انا ما بعرفش استمر على حتتي. يعني انا في العلا بس دي سببت لك مشاكل. سببت لي مشاكل كتير.